مولود برج الجدي والأسبوع الأول من شهر يناير عام 2026. مولود برج الجدي ما زلت تحتفل بأعياد ميلادك بهاي الفترة، والأسبوع الأول أيضا مبلش أعياد ميلادك معنا. على الصعيد المهني طبعا الشمس عندك عطارد من يوم واحد راح يكون عندك 1 يناير، بالإضافة إلى المريخ عندك، فشايف يعني أكو فد هيمنة ترابية حلوة هي الآن بالأجواء. فهو أسبوع قوي جدا إلى مولود برج الجدي. تمام. تنتبه لي، اكو بدايات شخصية، اكو قرارات حاسمة، اكو لفت انظار، لفت انتباه، يعني هذا بما يخص العمل. والاسبوع الاول من يناير يعني شايف وكأنما انت تلفت الانظار مهنيا بهاي الفترة. اكو قرارات شخصية، اكو بدايات حلوة ممكن تحدث معك وتلفت الانظار خلال الاسبوع بما يخص الامور المهنية. أحب أقول لك ميلاد سعيد عليك بما يخص أعياد ميلادك، وميلاد سعيد وبداية عام خير إن شاء الله على كل مواليد برج الجدي. فهي فترتكم، تمام، فترتكم تماما. على الصعيد العاطفي أكو جاذبية عالية تماما. تمام. أكو احتمال بداية علاقة مهمة إلى مواليد برج الجدي خلال الأسبوع الأول. ممكن يفوتون بعلاقات جديدة، ممكن مصالحات جديدة، فهذا كله ممكن أنه يلخص لنا يا الأسبوع إلى مواليد برج الجدي. وفعلا مولود برج الجدي من يختار الأنسب والأصح بطريقة عملية، مو بطريقة شاعرية ورومانسية وعاطفية. ممكن أنه يعني يختار بطريقة قوية، بطريقة منظمة، بطريقة تخدم مصالحه، و يعني حب عملي. شايف انه حب عملي، فممكن يفوت مولود برج الجدي بحب عملي خلال الاسبوع الاول من يناير. على الصعيد الصحة، اكو طاقة ممتازة جدا خلال الاسبوع الاول، لما لوجود المريخ عندك بهاي الفترة، فهذا يعطيك نوع من أنواع الطاقة العالية والقوة الصحية، لكن يحتاج منك تنظيم وقت. يعني شايف أنه فعلا هاي الطاقة وهذا الباور العالي اللي عندي، اللي أنا دا أتمتع به خلال هاي الفترة نتيجة وجود المريخ عندي، وجود الشمس عندي، وجود عطارد عندي، فكر وصحة وقوة وانطلاق واندفاع، لكن أحتاج إلى بعض التنظيم، بعض الترتيب اللي يخص الأوقات. يعني مثلا كل شيء بوقته، الأكل بوقته، النوم بوقته. النوم مهم، مو الشغل بس مهم، النوم أيضا مهم، الراحة مهمة، الاستجمام، تغيير الجو، تلطيف الأجواء، العاطفة. فكل شيء تنطيه وقته وتنطيه حجمه، حتى أنت بالنتيجة تخرج بالأمور الطبيعية والجيدة. وهابي نيو يير لك مولود برج الجدي، وأتمنى لك عام خير وسعادة، آمين يا رب.